السلام عليكم طلاب الصف الاول الثانوي، اهلا بكم. اتمنى تكونوا بخير يا رب. النهارده موعدنا مع حصه جديده، حصه مراجعه الباب الخامس او الباب الثاني في الترم الثاني، باب الكيمياء النوويه. زي ما رجعنا كده فيديو بالظبط المحاضره بتاع الكيمياء الحراريه، وكان فيديو يعني عظيم جدا، وبشكركم جدا على كلمات الالتواء في حق الفيديو وفي حق الشغل. ربنا يا رب يعوضه بالخير والنفع عليكم ان شاء الله. ولو حد عايز اي حاجه في اي حد بيتابعنا من بعيد، بيتابعنا من اي حته ثانيه، وعنده سؤال في اي استفسار، اكتب لي في الكومنتات اي حاجه انت عايزها، او تقدر تتواصل معانا عن طريق البيج بتاعتنا او عن طريق الجروب بتاع الفيسبوك. هسيب لك برضه اللينكات بتاعتهم في قلب ان شاء الله الوصف بتاع الفيديو. حد يحتاج اي حاجه في اي وقت يا جماعه يلجأ لنا، اذا كنت انا او تيم مساعدين ان شاء الله نكون معاك لحد ما ان شاء الله نخلص الترم على خير. ويلا بينا. عندنا باذن الله يا جماعه النهارده الكيمياء النوويه. تعالى نتكلم بسرعه كده، بتتكلم عن ايه والدنيا فيها ماشيه ازاي. بيقول لك ايه؟ الكيمياء النوويه. فانا عايز النهارده اشرح لك الكيمياء اللي بتحدث داخل نواه الذره. طبعا احنا عارفين الذره جواها نواه، صح؟ الذره مش بس نواه، الذره عباره عن ايه؟ الذره عباره عن نواه وعباره عن مستويات طاقه، مستويات الطاقه جواها الكترونات. طب والنواه جواها بروتون وجواها ايه؟ وجواها نيوترون. طب تعالوا لي بقى كده بالراحه كده. قول لي يا مستر، مين اول ناس اتكلمت عن الذره، وصف الذره؟ اول ناس اتكلموا عن وصف الذره هو عم الناس كلها، عمك رذرفورد. رذرفورد وصف الذره ازاي؟ رذرفورد يا مستر اول حاجه قالها في حق الذره بعد تجارب كتيره جدا، قال لك ايه؟ قال لك الذره بكل بساطه كده قطرها حوالي 1/10 نانومتر. يعني اذا الذره مالها صغيره جدا جدا، صح؟ حلو. الذره جواها ايه؟ اول حاجه مثلا الذره جواها نواه. يبقى اول حاجه عندنا الذره حساباتها ايه؟ الذره صغيره جدا 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 لا ترى بالعين المجرده. طيب الذره جواها ايه؟ جواها نواه. النواه دي بقى اخبارها ايه؟ بص كده معايا. ادي مثلا عندنا ذره وليكن مثلا ذره عنصر زي مين؟ زي الصوديوم اهوت. صوديوم Na11 عنده مستويات طاقه، صح؟ حلو الكلام ده. ادي مستويات طاقه جواها ايه؟ جواها الكترونات. هنا عندنا 2 8 1. طبعا ده مش لازمه فتعالى نمسحه. طب تعالى قول لي كده بالراحه، هو الصوديوم ده كان عامل ازاي؟ كان عامل كده. كان عباره عن نواه موجبه، حلو الكلام، وعندها مستوى الثاني الثالث. يبقى اذا اي ذره بتحمل بداخلها ايه؟ اي ذره بتحمل بداخلها نواه، وحوالين ده مستويات ايه؟ مستويات طاقه. طب تعالى قول لي يا مستر كده، فرضا يعني النواه عباره عن ايه؟ النواه يا مستر مالها؟ النواه دايما يا شباب موجبه الشحنه. موجبه الشحنه عشان النواه جواها ايه؟ عشان جواها حاجه اسمها بروتونات. يبقى مين اللي موجود في الذره المصنوعه من الصفه الموجبه؟ هي بروتونات. طيب النواه مالها يا مستر؟ النواه توجد في مركز الذره، يعني موجوده في النص بالظبط. مالها يا مستر؟ ثقيله جدا. طالما توجد في مركز الذره يبقى عباره عن ثقيله، يبقى اذا النواه مالها؟ النواه موجبه الشحنه بتوجد فين؟ توجد في مركز الذره. اذا اخبارها ايه؟ اذا يا مستر ثقيله جدا. الحاجه الثانيه يا مستر اللي توجد في مركز الذره، طب حجمها اخباره ايه؟ قال لك النواه حجمها صغير جدا جدا جدا. يتراوح من كام لكام؟ يعني يتراوح ما بين 10 6 من 10 اسف اس سالب 6 الى كام؟ الى 10 اس سالب 5. يعني حاجه صغيره جدا 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 بالنانومتر طبعا. يبقى اذا الذره عندها ايه؟ الذره عامه صغيره جدا، عباره عن 1/10 نانومتر. ده توجد بداخلها ايه؟ توجد بداخلها نواه. النواه اخبارها ايه؟ النواه موجبه الشحنه. يعني مين المصنوع عن الصفه الموجبه؟ النواه، عشان بتحمل بداخلها ايه؟ تحمل بداخلها بروتونات. طيب عندها مستويات ايه؟ عندها مستويات طاقه. كم مستوى؟ على حسب العنصر اخباره ايه؟ بس في اثقل الذرات عندي كم مستوى؟ عندي 7 مستويات. بس رذرفورد ما قالش الكلام ده. طب كمل كده. النواه دي حجمها ايه؟ النواه حجمها صغير جدا جدا جدا. طب يبقى رذرفورد عمل ايه؟ وصف الذره ووصف النواه بتاعت الذره. تعالى كده. عمل ايه تاني؟ قال لك الالكترونات بقى. تعالى يا عم رذرفورد، مالها الالكترونات؟ قال لك الالكترون ادي النواه اهي. عندنا الصوديوم مثلا Na11 هنا 2 8 1. هنا عندي الكترون اهو، وهنا عندي الكترونات. الالكترون ماله؟ الالكترون يا مستر يوجد داخل المستويات، حلو الكلام. ماله بقى الالكترون؟ الالكترونات سالبه الشحنه. كتله الالكترون ضئيله جدا جدا اذا ما قارنت بكتله الذره كلها على بعضها. يعني يا مستر احنا عندنا مثلا ذره وزنها 5 من 10 مثلا نانو جرام مثلا، حاجه صغيره جدا جدا. طب الكتله دي يا مستر الخمسه دول موجودين فين؟ الكتله الخمسه دي، الكتله الخمسه دي موجوده في النواه. طب يا مستر كتله المستويات جواها الكترونات، صح؟ اي الكترون كتلته صغيره جدا تكاد تهمل، هو مش موجود اصلا. يبقى تعالى لي كده قول لي يا باشا بالراحه كده، سنه الالكترونات بتحمل بداخلها ايه؟ الالكترون موجود، سوري، المستوى بيحمل بداخله ايه؟ المستوى داخل الالكترونات. طب الالكترونات مالها؟ الالكترونات سالبه الشحنه، تكاد ايه؟ تكاد تعدم كتلتها. يبقى كتله ضئيله جدا تكاد تعدم. يبقى مين المسؤول عن الكتله في الذره؟ المسؤول عن الكتله هي مين؟ هي النواه. تعالى بقى. تدور حول النواه على بعد كبير نسبيا منها. طبعا الالكترون بيدور حول النواه في مستويات طاقه تعرف باسم مستويات الطاقه الرئيسيه. ده كده شغل عمك رذرفورد.
رذرفورد ما قدرش يفسر ان الالكترونات دي بتدور فين. هو قال لك احنا عندنا ذره وعندنا ذره فيها مستويات، بس المستويات دي عباره عن مستويات طاقه صح؟ قال له ما اعرفش. لا هي عباره عن مستويات فيها الكترونات. طب ايه المستويات دي؟ قال له ما اعرفش. طب كم مستوى؟ قال له ما اعرفش. طب المستوى عامل ازاي؟ قال له ما اعرفش. مين بقى اللي هيوضح نوع المستوى؟ عمك بور. بور يقول لك بقى ايه؟ بور اول واحد قدر يفسر مستويات الطاقه وقسمهم ل7 مستويات في اصل الذرات المعروفه. ايه هم ال7 مستويات دول؟ ال7 مستويات يا مستر عباره عن 1 2 3 4 5 6 7 كي ال ام ان او بي كيو. دول ال7 مستويات بتوعنا. قول لي يا مستر بقى نموذج بور لوصف الذره. وضع العالم بور نموذج لوصف الذره. قال لك تدور الالكترونات حول النواه في مدارات معينه ثابته اطلق عليها اسم ايه؟ مستويات الطاقه. مش بس كده، كل مستوى طاقه اخباره ايه؟ كل مستوى طاقه بيحمل عدد معين من الالكترونات. لو افترضت معايا كده المستوى مثلا الاول ده فيه كام الكترون؟ فيه 2، ده فيه كام؟ فيه 8، ده ممكن يحمل كام؟ ممكن يحمل 16، ده كام؟ 32 وهكذا. يبقى كل مستوى طاقه جواه ايه؟ جواه عدد معين من الالكترونات. طيب يبقى اذا مين بقى فسر المستويات دي؟ فسرها عمك بور. طيب بور عمل ايه تاني يا مستر؟ بور قدر يقسمهم ل7 مستويات كي ال ام ان او بي كيو. طيب من ضمن الحاجات اللي قلناها من شويه مين اكتشف البروتونات؟ اكتشف البروتونات عمك وعم عيالك مين؟ رذرفورد. هو اكتشف البروتون، والبروتون ماله؟ موجب الشحنه. طب مين اكتشف النيوترونات؟ العالم شادويك. هو مكتشف النيوترونات. يعني عندنا كام عالم دلوقتي؟ عندنا مستر بور وعندنا رذرفورد وعندنا شادويك. بور عمل ايه؟ اكتشف مستويات الطاقه الرئيسيه. طب رذرفورد اكتشف الذره واكتشف البروتون. طب العالم شادويك اكتشف ايه؟ اكتشف النيوترون. طب تعالى النيوترون ماله؟ النيوترون عباره عن موجب ايه؟ موجب وسالب. اذا ماله يا مستر النيوترون؟ النيوترون متعادل الشحنه. طيب ليه الذره متعادله الشحنه؟ الذره متعادله الشحنه عشان الشحنه الموجبه قد الشحنه السالبه. يعني ذره عندها 11 موجب يبقى عندها 11 ايه؟ 11 سالب. طب ذره عندها 12 موجب عندها 12 عندها 12 سالب. لما عدد الموجب قد السالب كده الذره مالها؟ الذره كده متعادله ايه؟ متعادله كهربيه. لما الموجب يكون قد ايه؟ الموجب قد السالب. طيب قول لي يا مستر بقى تعالى كده ليه الذره متعادله؟ عشان عدد الشحنه الموجبه بيساوي الشحنه الايه؟ السالبه. طب تتركز كتله الذره في النواه لضآلة كتله الالكترون، عشان الالكترون كتلته صغيره يبقى الكتله كلها موجوده فين؟ موجوده داخل النواه. طيب بقول لك ايه؟ قول لي بقى يعني سيبك من الكلام ده كله، لو انا عايز اشتغل مع عنصر كده حلو ممكن اعمل ايه؟ زي مين مثلا؟ عايز مثلا اقول لك ان احنا عندنا حاجه زي، تعال نكبر دي شويه كده نشرح عليها. سيبك من الكلام ده، هنعمل حاجه حلوه دلوقتي. ممكن نكبر اي جزء كده نشرح فيه في حته هنا حلوه كده، يعني حاجه زي كده مثلا. بص كده لو انا عندي ذره زي الصوديوم ان ايه، الباشا ده ركز كده معايا، الباشا ده بايده، الباشا ده عنده هنا كده كام؟ وليكن مثلا 11 وهنا 23. قول لي بقى مين ده ومين ده؟ الباشا ده يسمى ايه؟ يسمى عدد كتلي عشان موجود فوق. عباره عن ايه؟ عباره عن كتله الذره صح ولا لا؟ يسمى عدد كتلي عباره عن كتله ايه؟ عباره عن كتله الذره. ماذا مثلا عباره عن البروتون زائد مين؟ زائد النيوترون. يا بروتون زائد ايه؟ بروتون زائد نيوترون. عباره عن عدد ايه؟ عباره عن عدد كتلي. طب الباشا ده ممكن اجيب منه ايه؟ اجيب منه حاجه اسمها الكتله الايه؟ الكتله الموليه. طيب نزيد على دوت بقى، ده عباره عن ايه؟ عباره عن عدد ذري. ايه تاني يا مستر؟ عباره عن ايه؟ عباره عن عدد البروتونات. عباره عن عدد البروتونات. طيب عباره عن ايه تاني يا مستر؟ يستخدم في ايه؟ يستخدم في التوزيع الالكتروني. عمرك شفت حد ممكن يوزع ذره من خلال عدد كتلي؟ مستحيل صح؟ دايما موزع ايه؟ دايما موزع عدد ذري. يبقى الان ايه ده عباره عن ايه؟ عباره عن عدد كتلي، او عباره عن بروتون زائد ايه؟ زائد نيوترون صح؟ او عباره عن حاجه اسمها ايه؟ الكتله الموليه. طيب ايه تاني يا مستر؟ اللي تحت ده عباره عن عدد ايه؟ عباره عن عدد ذري. طيب عدد ذري او حاجه اسمها عدد البروتونات، او يستخدم في التوزيع الالكتروني، او برضه عدد الالكترونات برضه.
ممكن هي عدد ايه؟ عدد الالكترون. طب البروتون زائد النيوترون ليها كلمه جديده اسمها النيكليونات. البروتونات زائد النيوترونات تسمى ايه؟ تسمى النيكليونات. بروتون زائد ايه؟ بروتون زائد نيوترون. طيب عظيم جدا. هو العدد الكتلي رمز ايه؟ العدد الكتلي عدد كتلي بياخد الرمز ايه؟ طب العدد الذري بياخد رمز ايه؟ العدد الذري بياخد الرمز زد. طب يا مستر عدد النيوترونات ان، في مشكله كده؟ يبقى العدد الكتلي رمزه ايه؟ العدد الكتلي رمزه ايه؟ طب العدد الذري رمزه ايه؟ العدد الذري رمزه زد. لما اقول لك عندنا عنصر زي الالومنيوم مثلا اهو، العدد الكتلي مين؟ ايه، والعدد الذري زد. العدد الكتلي بكام في الالومنيوم؟ تقول لي يا مستر ب 27. طب العدد الكتلي بكام؟ تعالى يا مستر كده، سوري ده العدد الكتلي اسف، العدد الذري بكام بقى؟ العدد الذري يا مستر ب 13. يبقى ايه اختصار عدد كتلي وزد عباره عن عدد ذري، دي بعض الرموز اللي بشتغل بيها ان شاء الله. طيب بص يا باشا بقى، عندنا قانون بيقول لك ايه؟ لو انت عايز تحسب العدد الكتلي بتعمل ايه؟ هو العدد الكتلي عباره عن بروتون زائد نيوترون، فلو انت جبت يا باشا عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات بيدي العدد ايه؟ بيدي العدد الكتلي. طيب اذا لو عايز احسب عدد النيوترون لوحده هحسبه ازاي؟ يبقى العدد الكتلي ناقص عدد الايه؟ ناقص عدد البروتونات. في مشكله كده؟ طيب يبقى العدد الكتلي عباره عن ايه؟ مجموع البروتون زائد ايه؟ النيوترون. انا ممكن بدل كلمه عدد كتلي اقول لك كلمه ايه؟ اقول لك كلمه نيكليونات، بدل عدد كتلي اقول ايه؟ اقول نيكليونات. يبقى النيكليون عباره عن ايه؟ نيكليون بروتون زائد ايه؟ بروتون زائد نيوترون. طب بص كده اهي النيكليونات اهي عباره عن ايه؟ البروتونات والنيوترونات الموجوده داخل النواه. اذا البروتون زائد النيوترون تسمى ايه؟ تسمى النيكليونات. طيب بص يا معلم بقى، حيث ان النيوترون بيساوي العدد الكتلي. اذا افترضنا ان عنصر رمزه الكيميائي اكس، يبقى اذا عندنا ايه عباره عن ايه؟ هي عباره عن عدد كتلي او عباره عن نيوكليونات، وزد عباره عن ايه؟ زد عباره عن عدد ذري. طيب بالراحه كده بقول لك بقى مساله كده لذيذه خفيفه. اكتب الرمز الكيميائي لنواه ذره الالومنيوم. عايزين نكتب رمز الالومنيوم. اذا علمت انها تحتوي على 13 بروتون بالاضافه الى 14 نيوترون. هو الالومنيوم عباره عن ايه؟ الالومنيوم اي ال. طيب تحتوي على 14 ايه؟ سوري 13 بروتون صح؟ 13 بروتون يبقى ده بكام؟ يبقى العدد الذري ب 13. طيب بتحتوي على كام عدد كتلي؟ هو العدد الكتلي عباره عن ايه؟ العدد الكتلي عباره عن عدد بروتون زائد عدد ايه؟ نيوترون. صح كده؟ بروتون زائد ايه؟ بروتون زائد نيوترون، ده العدد ايه؟ ده العدد الكتلي صح؟ تعالى لي بقى. البروتون بكام؟ البروتون ب 13 زائد النيوترون بكام؟ النيوترون ب 14. 13 14 كام؟ يديك 27. يبقى عدد كتلي بكام؟ ب 27. طيب بص بقى النظائر. بص يا معلم، زي ما بيقول لك كده في الامثله دايما ايه؟ يخلق من الشبه 40، يخلق من النظير 40. يعني ايه يا مستر؟ في عناصر في حياتنا موجوده معانا في قلب الطبيعه دي، عناصر دي مالها يا مستر؟ عناصر دي يا باشا لها نظائر كتير جدا، يعني اشباه. يقول لك الباشا ده نظير ده، يعني الباشا ده شبه ده. عندك مثلا عنصر زي السيليكون مثلا، ليه كذا نظير، ليه كذا حد شبه السيليكون. العلماء عملوا ايه؟ لفوا كده في الطبيعه لقوا ايه؟ لقوا مثلا حته زي الصوديوم. لو الصوديوم ده في حد تاني زيه، نفس خواصه نفس صفاته نفس كل حاجه، بيختلف في حاجه صغيره بس. قال لك طب ده عنده 11 بروتون وده عنده 11 بروتون، ده فلز وده فلز، ده ما اعرفش ايه وده ايه. قال لك ايه ده؟ قال لك ده نظير لده، هم الاثنين نظائر لبعض. طب انت ليه سموها نظائر؟ قال لي عشان هم شبه بعض في كل حاجه بس بيختلفوا في حاجه صغيره. النظائر تشبه بعض في كل شيء، بيختلفوا بس في عدد النيوترونات. يعني ايه يا مستر؟ النظائر عباره عن ايه بقى؟ النظائر عباره عن هي ذرات العنصر الواحد والتي تتفق في عددها الذري. حلو، يبقى العدد الذري متفق معاها، وتختلف في العدد الايه؟ تختلف في العدد الكتلي، لانها بتختلف في ايه؟ في عدد النيوترونات. يعني مثلا عندك الصوديوم، صوديوم ان ايه 11 وده صوديوم ان ايه 11. الباشا ده عدد كتلي بكام؟ 23 والباشا ده عدد كتلي بكام؟ ب 24. يبقى ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم مثلا الفرق بينهم عباره عن ايه؟ الفرق بينهم عباره عن العدد الكتلي، ده عدد كتلي بكام؟ 23، ده عدد كتلي بكام؟ ب 24. يبقى ايه الفرق يا مستر بقى؟ ان ده صوديوم وده صوديوم، ده نظير لده. في النظائر العدد الذري ايه؟ العدد الذري ثابت. بتختلف في ايه النظائر؟ بتختلف في العدد الكتلي، انها بتختلف في ايه؟ بتختلف في عدد النيوترونات، لان كده كده البروتون ثابت. ليه البروتون ثابت؟ لان البروتون هنا 11 هنا البروتون 11 صح؟ تاني كده عندك هنا كام بروتون؟ 11 بروتون، هنا كام بروتون؟ 11 بروتون، يبقى عدد البروتون ثابت. يبقى العدد الكتلي عباره عن ايه؟ عباره عن نيوترونات وبروتونات. العدد الكتلي البروتون زي النيوترون. لو انا قلت لك ان البروتون كده كده ثابت، يبقى الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في النيوترون. طب تعالى كده
تتفق النظائر العنصر الواحد في التفاعل الكيميائي ايه؟ في الخواص الكيميائيه. ليه بتتفق الخواص الكيميائيه؟ يعني ايه نفس الخواص الكيميائيه؟ لان الخواص الكيميائيه راجعه لايه؟ راجعه للتوزيع الالكتروني، والتوزيع الالكتروني راجع لمين؟ راجع للعدد الذري، والعدد الذري عباره عن عدد ايه؟ عباره عن عدد بروتونات. ركز كده معايا تاني كده، ده 11 وده 11، لما اجي اوزع ده يتوزع ازاي؟ 2 8 1. طب تعالى اوزع ده 2 8 1، يبقى اذا العدد الذري في الاثنين ثابت صح؟ طالما العدد الذري في الاثنين واحد يبقى عدد البروتونات ثابت صح؟ عدد الذري ثابت وعدد البروتونات ثابته، يبقى الخواص الكيميائيه هي كمان ثابته. نفس الخواص بتاعت ده هي نفس خواص المركب ده، هما الاثنين زي بعض في ايه؟ زي بعض بالظبط في الخواص. طب تعالى يا مستر، تتفق النظائر الواحده في ايه؟ تتفق النظائر في العدد الذري، مظبوط العدد الذري واحد. تتفق في عدد البروتون، ما هو طالما العدد الذري واحد يبقى عدد البروتون ايه؟ واحد. طب مش العدد مش ده عباره عن عدد ذري وعباره عن عدد بروتون وعباره عن عدد برضه الالكترونات لاني بوزعه هو صح؟ يبقى تتفق في عدد الالكترونات. في ايه تاني يا مستر؟ في الخواص الكيميائيه. تختلف في ايه بقى؟ بتختلف يا مستر في عدد النيوترونات. ليه بتختلف في عدد النيوترونات؟ زي ما قلنا فوق ان عدد النيوترون هنا غير النيوترون هنا. طب بتختلف في ايه تاني؟ في العدد الكتلي. في مشكله كده؟ طيب وهي حته النظائر دي. عندك بقى نظائر الهيدروجين، كم نظير الهيدروجين؟ الهيدروجين يا شباب كم نظير؟ ثلاثه. حاجه اسمها البروتون، وحاجه اسمها الديوترون، وحاجه اسمها التريتيون. دي اسمها نظائر الهيدروجين. الباشا ده عنده عدد ذري بكام؟ عنده عدد ذري بواحد. ده عنده عدد ذري بكام؟ عدد ذري بواحد. طب ده عدد ذري بكام؟ عدد ذري بواحد. طب الباشا ده عدد كتلي بكام؟ ده عنده عدد كتلي بواحد. طب ده عدد كتلي باثنين. طب ده يا مستر عنده عدد كتلي بكام؟ ده عنده عدد كتلي بثلاثه. في مشكله كده؟ طب هو هنا طبعا حاطط عدد الالكترونات، طالما العدد الذري بواحد يبقى عدد الالكترون بواحد. طب عدد ذري بواحد عدد الكترون بواحد. طب عدد ذري بواحد يبقى عدد الالكترون بكام؟ عدد الالكترون بواحد برضه. طيب في مشكله كده؟ لا تعالى لي بقى. عندنا عدد الكتل او عدد النيوكليونات، هو العدد اللي فوق. ارجع تاني كده، عمك الهيدروجين بقى يا ترى عنده كام نيوترون؟ هو هنا النيوترون بجيبه ازاي؟ النيوترون يا مستر بيساوي، بص النيوترون بيساوي ايه؟ اللي هو ان بيساوي ايه؟ بيساوي مستر عدد كتلي ناقص ايه؟ ناقص عدد الايه؟ ناقص عدد بروتون. ده مين؟ ده عباره عن النيوترون. طب تعالى كده، العدد الكتلي بكام؟ العدد الكتلي بواحد. طيب عدد البروتون بكام؟ عدد البروتون بواحد، ما اللي تحت ده بروتون. وفوق عدد ايه؟ وفوق عدد كتلي. طيب واحد ناقص واحد كام؟ صفر، يبقى عندها صفر نيوترونات. هنا العدد الكتلي بكام؟ العدد الكتلي باثنين، والعدد البروتون بكام؟ بواحد، يبقى تطلع بواحد. طب هنا مثلا العدد الكتلي بكام؟ بثلاثه، وعدد البروتون بكام؟ بواحد، يبقى تطلع عدد النيوترون بكام؟ يبقى عدد نيوترون باثنين. طب تعالى لي كده بقى قول لي الاكسجين عنده كام نظير؟ الاكسجين بس عنده ثلاث نظائر، 8 16 ده اسمه اكسجين عادي، اكتب كده اكسجين عادي. 8 17 حاجه اسمها نظير الاكسجين. 8 18 اسمها نظير الاكسجين الثقيل. لو لاحظت هم الثلاثه بيتفقوا في العدد الذري صح؟ بيختلف ايه؟ بيختلف في العدد الكتلي 16 17 18. طب الاختلاف في ايه اصلا؟ الاختلاف في عدد النيوترونات، بيختلف في ايه؟ في عدد النيوترونات. طيب بص بقى، لو احنا عايزين نحسب تعيين الكتله بتاعت اي عنصر، طبعا انا مش هنشرح كتير ولا هنعمل معاك مشاكل جامده. هو عشان احدد تعيين الكتله الذريه لاي عنصر بعمل ايه؟ بص يا باشا، بيقول لك تقدر الكتله بتاعت اي عنصر بوحده ايه؟ تقدر الكتله بتاعت اي عنصر بوحده الاي ام يو، اللي هي عباره عن وحده الكتله الذريه عشان حاجه صغيره جدا. طيب بتساوي ايه؟ هناخد دلوقتي قانون سهل جدا بدل الكلام ده كله، اللي هو القانون بتاع الحراريه، فهريحك دلوقتي. طب في حاجه بقول لك بقى ايه؟ في قوانين بنستخدمها مع بعض كده، هذه القوانين يا رجاله ليه؟ عشان اقدر استخدم لو انا عايز اعمل ايه؟ لو انا عايز احسب، تستخدم علاقات التلافي في تعيين الكتله الذريه للعنصر. القانون ده مهم جدا جدا جدا. عشان اعين كتله ذريه للعنصر بعمل قانونين. اول حاجه اسمها مساهمه النظير في الكتله، بعد كده بعمل ايه؟ مساهمه النظير الاول زائد الثاني زائد الثالث زائد الرابع. عشان تحسب، بص كده، عشان تحسب معانا لو عايز تحسب كتله بتاعت اي عنصر بتعمل ايه؟ عشان اقدر احسب كتله اي عنصر بعمل الاتي. اول حاجه اسمها ايه؟ مساهمه النظير في الكتله. يعني ايه؟ الكتله الذريه للنظير في نسبه وجوده على 100. دي اسمها ايه؟ مساهمه النظير في الكتله. اكتب القانون ده عندك. مساهمه النظير في الكتله بتساوي ايه؟ الكتله الذريه للنظير في نسبه وجوده على 100. بس ركز معايا، الكتله لازم يكون ايه؟ بوحده كتله ذريه. حلو. طب هنجيب مساهمه النظير الاول زائد النظير الثاني زائد النظير الثالث زائد النظير الرابع، في الاخر اجمع كل النظائر يديك ايه؟ يديك كتله العنصر. الموضوع سهل جدا. نجرب مثال. بص يا معلم، تعالى كده.
اول مثال يقول لك ايه؟ احسب الكتله الذريه لعنصر النحاس. ماشي، عايز كتله النحاس. علما بانها تتواجد في الطبيعه على هيئه نظيرين. عنده كام نظير؟ 2. يبقى نظير اول ونظير ثاني. هما مين؟ نحاس 63 ده النحاس بتاعنا اللي احنا عارفينه. نسبه وجوده كام؟ نسبه وجوده 69.9%. طيب والتاني مين؟ التاني بس النحاس ثقيل سي 65. نسبه وجوده كام؟ 30.91%. عايز تحسب كتله النحاس تحسبها ازاي؟ بس انت لسه قايل قانون فوق، هنجيب حاجه اسمها مساهمه النظير الاول، بعد كده مساهمه النظير الثاني، واجمع الاول زي الثاني. طب قول لي كده مساهمه النظير الاول تجيبها ازاي؟ هو اصلا قانون مساهمه النظير في الكتله بتحسب ازاي؟ الكتله الذريه ايه يو بوحده ايه؟ الكتله الذريه في ايه؟ في نسبه وجود النظير على 100. طب مساهمه النظير بتاع النحاس 63. يلا بينا يلا بينا. الباشا ده الكتله بتاعته بكام؟ هو قال لك بص كده تعالى كده، نحاس 63 كتلته بكام؟ كتلته 62 علامه 92 98 وحده الكتله الذريه. هو بيديك الوحده جاهزه على فكره في الامتحان، مش شرط يبقى طيب معاك. طيب ايه؟ ده انا هجيب لك الوحده بالجرام وتحول من الجرام لوحده الكتله الذريه. ما هو اعظم بكده اجيب لك الوحده بتاعت الكتله وحده كيلو جرام، تقوم محول من الكيلو جرام للجرام ومن الجرام الى وحده الكتله الذريه. طيب وسيله التحويلات دي نسيتها، ارجع للفيديو الحراريه شرحناها بالتفصيل. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه كتله النظير الاول، ادي الكتله بتاعته اهي في كام؟ في يا مستر في نسبه وجوده. وقال لك نسبه وجوده بكام؟ قال لك تعالى كده نسبه وجوده 69 وعلامه 9 من 100 على كام؟ على 100 يديك كتله نظير اول او المساهمه بتاعت النظير الاول. طب مساهمه النظير الثاني نفس الفكره، كتله النظير الثاني ادي كتلته في كام؟ في نسبه وجوده، نسبه وجوده كام؟ 30 وعلامه 91 على 100 يديك الباشا دوت. طب قول لي بقى الكتله الذريه لعنصر النحاس سي يو بتساوي ايه؟ هتساوي مساهمه النظير الاول زائد ايه؟ مساهمه النظير الكام؟ الثاني يديك كام؟ 63 وعلامه 55. مساله سهله اتمنى تجيلكم في الامتحان، مساله جميله جدا مفيش حاجه جامده يعني. فربنا لو كرمنا في الامتحان مساله سهله. بنعمل ايه؟ بنعمل حاجتين، مساهمه النظير الاول مساهمه نظير ثاني. مساهمه نظير الاول بعملها ازاي؟ مساهمه نظير الاول يبقى الكتله بتاعت النظير في نسبه وجوده على 100 وهو مجمع ده زائد ده. موضوع بسيط اهو. تعالى معايا كده تعالى، الموضوع بسيط. بص لن تسير لوحدك ابدا. دي مساله بيعتقدوا انها صعبه لكن الدنيا سهله. وعمل ايه؟ مديك يا باشا منحنى بياني او رسم بيانيه وعايزك تعمل ايه؟ عايزك تجيب له الكتله بتاعت العنصر ده. انت عندك كام نظير؟ بص هنا بقى ايه المسخره هنا. ادي نظير، ادي 2 3 4 5 6. هتجيب لي 6 نظائر وتجمعهم لي. هنجيب مساهمه النظير الاول، اجيبه ازاي ده؟ تعالى معايا كده. كتله النظير الاول كتلته بكام؟ كتلته يا مستر بكام؟ ب 74. في نسبه وجوده 89 على كام؟ على 100. احنا كده جبنا ده. بص اهي 74 في 89 على 100 هيديك واحده. داخل على ده اللي بعد منه 76 في 9 علامه 37 على 100 يديك الرقم ده وهكذا. بص كده المساله كلها اهي يا باشا. هتشتغل مع كل واحد من دول مع السته وهتجمع لي بقى ايه؟ ده وهتجمع ايه؟ هتجمع ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده. هتجمعهم كلهم يديك ايه؟ يديك ايه بقى يا باشا؟ يديك كتله العنصر بتاعك. في مشكله كده؟ مساله سهله وجميله يا رب تجينا في الامتحان. طيب عندنا بقى حاجه كده جميله جدا بتاعت عمك وعم عيالك مين؟ اينشتاين. اينشتاين عمل قانونين جمال جدا بصراحه. الراجل ده من ضمن السمات يعني عامل لنا قانونين تحفه بالصراحه. ايه هم القوانين دول؟ اولا كده احنا عندنا حاجه اسمها قوانين الطاقه. عمك اينشتاين قدر يحول اي كتله لطاقه. قال لك يبقى ايه؟ بص كده اي كتله هتتحول بتدي عندها طاقه. اي كتله بتتحول بتدي طاقه صح؟ الطاقه دي ممكن احسبها بطريقتين. ممكن احسب الطاقه بوحده اي في ام في سوري اي بتساوي ام في سي تربيع. انت مثلا هتستخدم القانون ده يا عم اينشتاين. بص كده يمكن حساب الطاقه الناتجه عن تحول الكتله مقدره بوحده كيلو جرام. لو كانت الكتله بوحده كيلو جرام فانت تشتغل بالقانون دوت. لو اداك في الامتحان الكتله بوحده كيلو جرام فانت تشتغل بالقانون ده. مش بس كده، انت الاي كمان بوحده الجول. يبقى القانون ده ليه شروط. الموضوع مش ماشي بالحب كده. هتيجي مساله في الامتحان يقول لك احسب الطاقه الناتجه عن تحول كتله مقدارها كذا. لو كانت الكتله بوحده كيلو جرام يبقى انت تشتغل اي بتساوي ام في سي تربيع. طب لو كانت الوحده بتاعت الكتله عباره عن
وحده كتله ذريه هنشتغل بالقانون دوت. يبقى انت عندك القوانين بتاعت حساب الطاقه، قوانين حساب الطاقه كم قانون؟ قانونين. طب انا محددهم على اساس ايه؟ القانون الاول لو انت هتشتغل بالكتله بوحده كيلو جرام يبقى اشتغل بالقانون ده. عباره عن ايه؟ عباره عن اي بتساوي ام في سي تربيع. طب لو انت هتشتغل الكتله بوحده كتله ذريه تعمل ايه؟ وحده الكتله الذريه يا مستر عندنا بقى ايه؟ عندنا اي بتساوي ام في 931. طب تعالى كده، اي عباره عن مقدار الطاقه بوحده جول، ام عباره عن الكتله بوحده كيلو جرام. طب السي تربيع عباره عن سرعه الضوء 3 في 10 اس 8. طيب قول لي بقى، تعالى هنا، لو مستر في الامتحان اداني الكتله بتاعتي وحده الكتله الذريه، اداك الكتله وحده ايه؟ وحده كتله ذريه، وطلب من سيادتك تحسب له الطاقه، هتعمل ايه؟ اداك دي بوحده ايه؟ وحده الكتله الذريه، وعايز الطاقه بوحده ايه بقى؟ الطاقه بوحده مليون الكترون فولت. الطاقه بوحده ايه؟ وحده مليون الكترون فولت. طيب في مشكله كده؟ طيب يبقى عندنا ايه؟ الطاقه بوحده مليون الكترون فولت، عندنا ام عباره عن الكتله المتحوله، عندنا الاخيره دي 931 عباره عن ايه؟ عباره عن مقدار ثابت. في مشكله كده في اينشتاين؟ تعال نجرب مساله على الكلام ده. بالمناسبه لو انا عايز احول الكتله، عشان في الامتحان طبعا هيجي لنا حاجه زي كده، لو عايز احول الكتله من كيلو جرام احولها الى جرام، بعمل طبعا بضرب في 1000، لو احول من الجرام لوحده الكتله الذريه بضرب في حاجه اسمها ثابت افوكادرو. التحويلات دي قلناها قبل كده في فيديو الحراريه قدام عينك اهي. لو عايز احول من الكيلو جرام الى الجرام او من الجرام الى وحده الكتله الذريه، الموضوع في ايدينا يعني. بص بقى، لو انت فاكر في الامتحان ان هو هيكون طيب معاك في التحويلات تبقى انت غلطان. هو عمره في حياته مع اي حد دايما هيشقيك. يعني تعالى هنا كده، هيديك ده بوحده الكالوري وهنا وحده الجول. الطاقه كده كده بحسبها بوحدتين، يا اما الاي هتبقى بالجول يا اما الاي هتبقى بايه؟ خلينا نعرف النظافه هنا كده، يا اما الاي بوحده الجول يا اما الاي بوحده ايه؟ مليون الكترون فولت. على حسب بقى في الامتحان هيعوز منك ايه. ممكن يديك الطاقه بايه؟ يديك الطاقه بوحده الكالوري، انت تجيبها بوحده ايه؟ بوحده الجول. او يديك الطاقه بوحده مثلا مليون، يديك الطاقه مثلا بوحده ايه؟ بوحده الكترون فولت، وانت تحولها لايه؟ تحولها الى مليون الكترون فولت وهكذا. طيب استاذ، عشان احول من الكالوري للجول بضرب في 4 18. طب عايز احول من الجول الى مليون الكترون فولت اضرب في 6 علامه 25 في 10 اس 12. طب تعالى كده، طبعا عايز احول من الكالوري الى الكيلو كالوري او احول من الجول للكيلو جول، دي كلها تحولات سابقه ان احنا قلناها قبل كده. ماشي. مساله، تعالى احسب الطاقه بالجول المتحوله عن كتله مقدارها نص كيلو جرام. عندنا كتله نص كيلو جرام، عايز الطاقه بوحده ايه؟ عايز الطاقه بوحده الجول. عظيم. طالما الطاقه بوحده الجول انت بتتكلم في ايه؟ بتكلم في اي بتساوي ايه؟ اي بتساوي ام في ايه؟ سي تربيع، صح؟ عايز الطاقه بالجول يبقى عايز ايه؟ نص كيلو جرام. دي طبعا دي كيلو جرام صح؟ يبقى نص كيلو جرام في كام؟ في 3 في 10 اس 8 تربيع. ادي مساله يا باشا اهي. في مشكله كده؟ مساله سهله جدا وجميله. بص على المساله دي، احسب كميه الطاقه المنطلقه عن تحول كتله مقدارها، بس كده معايا 0 علامه 33 وحده الكتله الذريه. دي الوحده بتاعتها. الى طاقه مقدره بوحده ايه؟ مليون الكترون فولت. هتعمل ايه؟ تعالى يا مستر، عشان حضرتك تشتغل على المساله دي هتعمل ايه؟ اول حاجه الام بوحده الكتله الذريه زي ما هي، هو عايزها بوحده، عايزها بوحده مليون الكترون فولت. يبقى اشتغل بالقانون الثاني اللي هو ايه؟ اي بتساوي ام في كام؟ 931. الام بكام؟ بنص، صح؟ لا سوري، الام بكام عندنا؟ الام عندنا 33 من 100 في كام؟ في 931. يديك الرقم اللي انت عايزه. طيب هنا لسه ما حاولش، هنا طيب مع سيادتك، هو راجل طيب خالص. طب بص ليه كده، هنا بيقول لك بقى ايه؟ احسب مقدار الطاقه مقدره بوحده مليون الكترون فولت الناتجه عن تحول 5 جرام من ماده ماء الى طاقه. اولا لازم احول 5 جرام ده احولها لايه؟ لازم احول من الجرام الى ايه؟ الى وحده كتله ذريه. اضرب في كام؟ اضرب في 6 علامه، اسف يا جماعه، 6 علامه 02 في 10 اس 23. اقوم احول، هيقوم مدينا ايه؟ هيقوم مدينا يا مستر وحده الكتله الذريه اهي حولناها. القانون بيقول لك ايه؟ انا عايزها بوحده ايه؟ عايزها بوحده مليون الكترون فولت. يبقى عندنا الاي بتساوي ايه؟ هتساوي ام في مين؟ 931. هنضرب ده يطلع الباشا القمر اللي قدامك دوت. مساله جميله حلوه، بس بيقول لك كده ايه بقى ايه؟
احسب الطاقة الناتجة عن تحول كذا كذا جرام مقدرة بوحدة الآتي. عندي كتلة بجرام عايز اجيبها بالجول. عشان اجيبها بالجول اعمل ايه؟ عشان اشتغل بالجول اشتغل مسألة عادية اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن ام بتساوي معايا كده. أول حاجة هي مديك بالجرام صح؟ يبقى حول الكيلو جرام، يبقى حول ام إلى كيلو جرام، احولها ازاي؟ اقسم على 1000. كده جبنا الكتلة بوحدة ايه؟ بوحدة كيلو جرام. طب انت عايزها بالجول يبقى استخدم اول قانون اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ام في كام؟ في سي تربيع، ده كده بالجول. بس ام كتله بالكيلو جرام، ادي ام في سي تربيع بالكيلو جرام في سي تربيع خلصت. طب عايزك ايه؟ عايزها بوحده مليون الكترون فولت. طب عشان احول بقى بص بقى، عشان احول من الجول الى مليون الكترون فولت اهي اقوم عامل ايه؟ اضرب في 6 علامه 25 في 10 اس كام؟ في 10 اس 12 اهيت. 6 علامه 25 في كام؟ في 10 اس 12. هضرب الرقم اللي خرج من هنا لان كده كده جبت الرقم بالجول صح؟ فاقدر احول من الجول الى كام؟ من الجول الى مليون الكترون فولت. طيب عايزها بوحده ايه؟ عايزها بوحده بقى الكيلو جول. يبقى تمسك الرقم اللي بالجول ده عشان احول من الجول الى الكيلو جول تعمل ايه؟ من الصغير للكبير بقسم. تقسم على كام؟ تقسم على 1000. تمسك الرقم اقسم على كام؟ تمسك الرقم اقسم على 1000 عشان تحول من الجول الى الكيلو جول. اهو ادي الرقم اهو، الرقم دوت قسمته على كام؟ قسمته على 1000. طب عايزها امثل بوحده الالكترون فولت. عشان تعمل وحده الكترون فولت مش انت عندك مليون الكترون فولت؟ تعالى كده معايا ادي يا باشا فين هي راحت فين اهي. ادي مليون الكترون فولت. من مليون الكترون فولت عندنا كده مليون الكترون فولت. عايز احول الالكترون فولت بس كده ايه؟ مليون الكترون فولت احول لايه؟ الى الكترون فولت. تضرب في كام؟ تضرب في 10 اس كام؟ 10 اس كام يا شباب؟ 10 اس كام؟ 10 اس 6. طيب في مشكله كده؟ طيب هضرب مين بقى؟ هضرب الرقم ده اللي هو الرقم الناتج ده وراح اهو 931 في 10 اس كام؟ في 10 اس 6 يديك الكترون فولت. وهكذا بقيه التحويلات. طيب يلا يا رجاله، عندنا حاجه اسمها قوه الترابط النووي او حاجه اسمها الترابط النووي. ده عباره عن ايه بقى؟ ركز كده معايا شويه يا عزيزي انت يا قمر. احنا عندنا حاجه اسمها نواه. النواه بداخلها بروتون موجب وعندها بروتون موجب، عندها نيوترون متعادل وعندها نيوترون متعادل. حلو الكلام، كلام زي الفل. فتيجي تقول لي يا مستر ايه بقى؟ احنا عندنا كده يا باشا بالراحه. لو احنا افترضنا فرضا كل بروتون مع بروتون تاني وعندنا نيوترون متعادل مع نيوترون تاني متعادل بينهما قوه ايه؟ بينهما قوه تنافر. ليه؟ لان الشحنات المتشابهه تتنافر، المختلفه تتجاذب. فاحنا عندنا ايه؟ بروتون موجب مع بروتون موجب تنافر، طب نيوترون مع نيوترون تنافر. يبقى احنا كده عندنا بالنسبه لنا هنا تقريبا عندنا قوه ايه؟ عندنا قوه تنافر. شيل دي الاول كده. قوه تنافر بين بروتون مع بروتون شحنات متشابهه، وعندنا قوه تنافر نيوترون مع نيوترون شحنه متشابهه، وعندنا يا باشا بقى بروتون مع نيوترون دي تقريبا كده عباره عن قوه تجاذب. ليه يا باشا قوه تجاذب؟ عشان عباره عن شحنات موجبه مع شحنات متعادله، وعندنا هنا يا باشا قوه تجاذب، بينما هنا قوه ايه؟ قوه تنافر. فلما اجي احسبها كده معاك حسبه بسيطه كده الاقي عندنا ايه؟ الاقي عندنا ان البروتون مع بروتون تنافر، نيوترون مع نيوترون تنافر. طب بروتون مع نيوترون قوه تجاذب ايهما اكبر؟ بكل بساطه كده احنا عندنا قوه التنافر اكبر من قوه التجاذب. عندنا مقدار التنافر اكبر من مقدار التجاذب، فيحصل عندنا بقى ايه؟ تبقى الذره غير مستقره. طالما عندنا التنافر اكبر من التجاذب تبقى الذره غير مستقره. يبقى بالراحه مع بعض كده، احنا عندنا الذره جواها نواه، النواه جواها ايه؟ جواها بروتون ونيوترون. طب بروتون مع بروتون تنافر، نيوترون مع نيوترون تنافر، طب بروتون مع بروتون مقدار قوه تجاذب. طب تعالى بالراحه كده يا باشا، لو حسبنا مع بعض حسبه بسيطه كده وقلنا يا باشا عندنا كل نيوترون مع نيوترون تنافر، بروتون مع بروتون تنافر، يبقى التنافر اكبر من التجاذب، تبقى الذره غير مستقره. طب الذره يا مستر عايزه تستقر، الذره عشان تستقر تعمل ايه؟ الذره عشان تستقر يا باشا هتخرج حته من الكتله بتاعتها تحولها الى طاقه. طب الكلام ده حصل ازاي؟ بص يا معلم بقى، الذره عشان تستقر كانت محتاجه طاقه، قامت عامله ايه؟ قامت لفه على الدنيا كلها، والنبي يا جماعه الدنيا طاقه، لفه تشحت طاقه، عايزه طاقه باي طريقه. ليه؟ عشان تاخد طاقه تعمل بيها استقرار. قامت الذره لفه ايه؟ لفه على الدنيا كلها، الدنيا طاقه، الدنيا طاقه، ما حدش اداها طاقه. قامت الذره عامله ايه؟ الذره كده كده عندها نواه، ما تنساش النواه ليها كتله. فرضا افترضنا ان النواه كتلتها 5 جرام، طبعا ده رقم وهمي بس انا بشرح بيه. لو فرضا ان النواه كتلتها 5 جرام والذره عايزه تستقر، تقوم الذره تعمل ايه؟ تقوم الذره قررت انها تضحي بحته من كتلتها عشان تعيش. قامت الذره عامله ايه؟ قامت الذره قطع حته من الكتله بتاعتها. تاني كده، قامت الذره قطع حته من الكتله بتاعتها، بدل 5 جرام خليتها يا باشا مثلا 3.5 جرام او 4 جرام، خليها 4 جرام تبقى اسهل. بدل 5 جرام خليتها 4 جرام.
بقى عندها كام جرام؟ 4 جرام، وقامت مضحيه بجرام واحد عشان تعيش. هي ضحت بجرام واحد، حولته ايه؟ حولته لطاقه. ازاي يا مستر؟ انت نسيت الحصه اللي فاتت او لسه من شويه قلت لك ايه؟ مش عمك اينشتاين عمل لك قوانين؟ قال لك الاي بتساوي ام في سي تربيع، او الاي بتساوي ام في 931. القوانين بتقول لك ايه؟ بتقول لك يا باشا ان ممكن احول الكتله الى طاقه، احول الكتله الى طاقه. طب مين عمل ده؟ عم اينشتاين. عمل ايه عم اينشتاين؟ قدر يحول الكتله الى طاقه. طب النواه عايزه تستقر، فالنواه عايزه طاقه عشان تستقر. طب النواه تجيب طاقتها منين عشان تستقر؟ النواه عشان تستقر عايزه طاقه، قامت قطع حته من الكتله بتاعتها، ضحت بجزء من كتله النواه، وعملت ايه بيه يا مستر؟ قطعت حته من كتله النواه وحولتها الى طاقه. اسمها طاقه ايه؟ اسمها طاقه ترابط نووي. قامت الذره جت عند النواه، شال حته من النواه، كان ب 5 جرام بقى بكام جرام؟ بقى ب 4 جرام. في كده 1 جرام راح فين؟ في كده 1 جرام اترمى في الزباله. طب ال 1 جرام ده يا باشا ايه دنيته؟ بكل بساطه ال 1 جرام ده يتحول الى طاقه. يبقى احنا عندنا الام تتحول الى ايه؟ يبقى كده عباره عن مقدار ايه؟ مقدار طاقه. يبقى تاني مع بعض كده، الذره غير مستقره ليه؟ عندها قوه تنافر ما بين ايه؟ عندها قوه تنافر ما بين، بالراحه كده معايا، عندها قوه تنافر ما بين بروتون مع بروتون تنافر، نيوترون مع نيوترون تنافر. طب بروتون مع نيوترون مقدار قوه ايه؟ تجاذب. ايهما اكتر؟ التنافر اكتر من التجاذب. طب الذره عشان تستقر هتعمل ايه؟ الذره عشان تستقر هتفقد حته من، اقعد بالراحه كده، الذره عشان تستقر هتفقد حته من كتله النواه وتحولها الى طاقه اسمها طاقه الترابط النووي. طب ازاي تحول الكتله الى طاقه؟ عن طريق قوانين عم اينشتاين. في مشكله؟ تمام كده. عندنا بقى كتلتين، حاجه اسمها الكتله النظريه وحاجه اسمها الكتله الفعليه. الكتله النظريه دايما اكبر من الكتله الفعليه. الكتله النظريه عباره عن ايه؟ عباره عن كتله، بس كده معايا، الكتله النظريه عباره عن كتله النيوكليونات وهي حره لسه ما ارتبطتش، يعني بلدي كده عباره عن كتله النيوكليونات وهم 5 جرام. ما دي اسمها نيوكليونات، عباره عن بروتون مع بروتون او نيوترون مع نيوترون، اسمها عدد كتلي. اكتب ورايا كده، اكتب ورايا. عباره عن ايه؟ عباره عن عدد كتلي، والعدد الكتلي هو عدد الايه؟ النيوكليونات. فلما اجي اقول لك يا باشا الكتله النظريه، تقول لي ايه بقى؟ الكتله النظريه هي كتله النيوكليونات وهي لسه حره ما ارتبطتش، يعني من الاخر كتله النيوكليونات وهي عندها تنافر اللي هم 5 جرام على بعض. حلو كام؟ اسمها كتله ايه؟ كتله نظريه. طب الذره قررت تستقر، قامت عامله ايه؟ قامت مضحيه بحته من الكتله، بدل 5 جرام بقوا كام جرام؟ بقى 4 جرام. طب في كده 1 جرام راح فين؟ هم كانوا 5 جرام بقى 4 جرام. حلو الكلام؟ في جرام راح فين؟ الجرام ده اتحول الى طاقه. حلو الكلام؟ طب الكتله بعد ما انا حولتها من 5 ل 4، مش الذره استقرت؟ تقول لي اه، ليه؟ عندها قوه ترابط نووي. طب ال1 جرام ده يا مستر بقى اللي اتحول من هنا عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كتله اتحولت الى طاقه. طب كلام جميل جدا. طب ال 4 جرام مالهم؟ في الاول كانوا 5 جرام، اسمها كتله نظريه. لما تحول ل 4 جرام بقى اسمها كتله فعليه، هي الكتله الفعليه الحقيقيه اللي عملت استقرار في الذره. يبقى الاول كانوا كام جرام؟ في الاول 5 جرام، هم 5 جرام عباره عن كتله النيوكليونات وهي ايه؟ وهي حره مع بعض. 5 جرام مالها؟ كتله النيوكليون وهو حر. كان عباره اسمها كتله نظريه، قامت مضحيه بحته من الكتله، حولتها لايه؟ حولتها الى ايه؟ حولتها الى 4 جرام، اسمها كتله النيوكليونات وهي ايه؟ وهي يا باشا مستقره. في مشكله كده؟ طيب لحد كده في اي ازمه؟ مفيش اي ازمه. طب مستر طاقه الترابط النووي دي مالها بقى يا مستر بقى؟ اول حاجه طاقه يا باشا، عملها يا مستر بقى طاقه كبيره جدا هائله. ليه؟ لانك لو فكرت معايا كده، انت عندك من ال 5 جرام ل 4 جرام كام جرام؟ 1 جرام. من ال 5 ل 4 كام جرام؟ 1 جرام. حلو قوي الكلام ده. لو جينا ضربنا 1 في 931، مش ده رقم كبير جدا جدا؟ اه رقم كبير جدا جدا. طيب حاجه ثانيه يا مستر، لو جينا نحول هنا قلنا يا مستر 1 في 3 في 10 اس 8 تربيع، مش ده برضه رقم كبير جدا؟ اه رقم كبير جدا جدا. يبقى اذا بكل بساطه الطاقه الناتجه طاقه كبيره. طاقه كبيره ليه؟ لانك بتضرب في ارقام كبيره. يبقى اول حاجه تقول لي يا مستر ايه خصائص الطاقه النوويه؟ هي عباره عن ايه؟ قوه هائله، قوه كبيره جدا جدا جدا، مقدار قوه هائله. الحاجه الثانيه مداها قصير. يعني ايه مداها قصير؟ يعني يا باشا عشان تربط بروتون مع بروتون، عشان تربط بروتون مع بروتون لازم يحصل ايه؟ عشان تربط بروتون مع بروتون يا باشا بكل بساطه كده لازم يكونوا قريبين جدا جدا من بعض. بروتون مع بروتون قريب يرتبط. طب بروتون هنا والبروتون الثاني هنا هينفع يرتبطوا؟ مش هيرتبطوا ببعض. يبقى عباره عن طاقه مداها قصير. يعني ايه مداها قصير يا مستر؟ مداها قصير بتعمل على المدى القصير بس وهم قريبين من بعض بس. طب لو كانوا بعاد عن بعض مش هتشتغل يا باشا. يبقى اول حاجه طاقه هائله، ثاني حاجه مداها قصير. طب الحاجه الثالثه لا تعتمد على شحنه. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني لو جه بروتون مع بروتون هيرتبطوا ببعض، لو جه نيوترون مع نيوترون هيرتبطوا ببعض. طب لو جه يا مستر بروتون موجب مع نيوترون متعادل هيرتبطوا ببعض برضه. يبقى لا تعتمد على ايه؟ لا تعتمد على الشحنه. بروتون مع بروتون اركب، نيوترون مع نيوترون اركب، بروتون مع نيوترون اركب برضه.
يبقى خصائص الطاقه رقم واحد طاقه هائله، طاقه كبيره جدا. ليه؟ عشان بضرب في ارقام كبيره. الحاجه الثانيه مداها قصير، بتعمل على المدى القصير وهم قريبين من بعض. الحاجه الثالثه يا مستر واهم حاجه عندنا لا تعتمد على شحنه، يعني اي حد معدي بيركب. بص كده، موجب مع موجب مترابط، متعادل مع متعادل مترابط، موجب مع متعادل برضه مترابط. طيب يبقى اذا ايه؟ عباره عن عدد كتل، عباره عن عدد النيوكليونات. النيوكليونات في الاول وهي حره مع بعضها كان اسمها ايه؟ اسمها كتله نظريه. تاني كده الكتله النظريه كتله النيوكليونات وهي حره اللي هم 5 جرام. طب بعد ما استقرت بقوا كام جرام؟ بعد ما استقرت بقى 4 جرام، صح؟ لا، اسمها الكتله الفعليه. يبقى الكتله الفعليه الكتله بعد الترابط، او الكتله بعد ما ضحيت بحته من الكتله. يبقى ال 5 جرام اسمها كتله نظريه. طب لما استقر بقى 4 جرام، ال 4 جرام مالهم بقى؟ هم عباره عن كتله فعليه. يبقى الكتله النظريه كتله كبيره، الكتله قبل الترابط. طب الكتله الفعليه كتله صغيره، الكتله بعد الترابط. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع طاقه الترابط النووي. وادي الخصائص اهيت. رقم واحد خصائص القوه، قال لك يا باشا عباره عن قوه هائله. الحاجه الثانيه مداها قصير، تعمل على المدى القصير. الحاجه الثالثه لا تعتمد على شحنه، بتربط بروتون مع بروتون، تربط نيوترون مع نيوترون، تربط بروتون مع نيوترون. في مشكله كده؟ طيب وادي جزء الكتله بتاعتنا النظريه والكتله الفعليه زي ما عينتك بالظبط كده. الكتله النظريه النواه هم عباره عن 5 جرام، دي اسمها الكتله النظريه عباره عن 5 جرام. طب الكتله الفعليه هم كانوا عباره عن 4 جرام. الكتله النظريه هي كتله النيوكليونات وهي حره قبل ما ترتبط ببعضها. طب الكتله الفعليه هي كتله النيوكليونات بعد ما ارتبطت ببعضها. هنا وهي حره كانوا 5 جرام، كبير جدا. طب بعد ما ارتبطت وقطعت حته من الكتله بقوا كام جرام؟ بقى 4 جرام. يبقى اذا بكل بساطه في كام جرام اتحول لطاقه؟ هي كانت ب 5 جرام استقرت بقت ب 4 جرام. كام جرام اتحول لطاقه؟ هو جرام واحد بس. بص معايا بقى كده، في قوانين عندنا حلوه جدا بقى. اسمها ايه القوانين دي بقى؟ في اللي مكتوب هنا ولا في ورا؟ هنا مكتوب هنا. بص بقى النقص في الكتله بقى. لو عايز احسب النقص في الكتله، ايه النقص في الكتله المتحوله؟ عايز اعرف احنا حولنا كتله قد ايه لطاقه. بص كده معايا، عايز اعرف الكتله اللي هتتحول لطاقه كتله مقدارها قد ايه. انا كان عندي 5 جرام وبقى 4 جرام، يبقى انا حولت كام جرام لطاقه؟ يبقى انا حولت جرام واحد بس لطاقه. فلو عايز احسب الكتله المتحوله لطاقه هعمل ايه؟ هطرح النظري ناقص الفعلي. انا عندي 5 جرام نظري والفعل 4 جرام، يبقى هو يا باشا حول كام جرام لطاقه؟ حول 1 جرام لطاقه. يبقى اول حاجه عندنا النقص في الكتله. النقص في الكتله ايه القانون بتاعه؟ النقص في الكتله عباره عن، بص كده اهو النقص في الكتله. النقص في الكتله عباره عن النظري ناقص الايه؟ الفعلي. يبقى انا بكل بساطه حولت، بص كده، حولت 1 جرام، حولت 1 جرام الى ايه؟ حولت 1 جرام الى طاقه. حولت 1 جرام الى طاقه. طب عايز احسب بقى يا مستر بقى ال1 جرام ده يدي طاقه قد ايه؟ انا عايز اعرف ال1 جرام يدي طاقه قد ايه؟ طب اعمل ايه؟ اينشتاين. بص كده طاقه الترابط النووي اهي، طاقه الترابط النووي. بص كده معايا يا شباب، بص يا باشا كده، طاقه الترابط النووي مالها يا مستر بقى؟ النقص في الكتله اللي هو عباره عن 1 جرام، ده النقص في الكتله، الفرق بين الكتلتين في كام؟ في 931. قانون اينشتاين الثاني بتاع الام اي في مليون الكترون فولت. يبقى تاني كده معايا، عايز احسب بقى يا ترى الطاقه دي جت من كتله قد ايه؟ الكتله 1 جرام. طب ال 1 جرام بيدي طاقه قد ايه؟ احسب. انا كان عندي 5 جرام قطعت حته بقى 4 جرام، يبقى انا حولت كام جرام؟ حولت 1 جرام. يا ترى ال 1 جرام ده يدي طاقه قد ايه؟ عايز احسب، ارجع عن الشاي. يبقى ال 1 جرام يبقى 1 فيه 931. يبقى ال 1 جرام يدي طاقه قد ايه؟ يبقى ال 1 جرام يدينا يا مستر 1 فيه 931 يديك مليون الكترون فولت 931. طيب لو عايز احسب بقى طاقه النيوكليون الواحد، بص كده معايا، الطاقه الكليه عندنا فرضا الطاقه الكليه ب 2000 فرضا يا عم اهو، عندي طاقه كليه ب 2000 وعايز احسب طاقه كل نيوكليون واحد. يبقى اقسم الطاقه الكليه على عدد النيوكليونات، صح ولا لا؟ انا معايا 2000 جنيه ومعايا قاعه فيها 100 طالب، عايز اعرف كل طالب نصيبه كام. معايا 2000 جنيه وقاعه فيها 100 طالب، عايز اعرف كل طالب نصيبه كام. يبقى اللي معايا على عدد القاعه، يبقى 2000 جنيه على عدد طلاب القاعه، اشوف كل طالب نصيبه كام. انا عايز احسب كل نيوكليون واحد نصيبه قد ايه. اجيب الطاقه الكليه واقسم على عدد النيوكليونات. طب الطاقه الكليه عباره عن 2000، طب عدد النيوكليونات، هي مش النيوكليونات دي عباره عن عدد كتلي؟ هي مش النيوكليونات عباره عن عدد كتلي ايه؟ يبقى اقسم الطاقه الكليه على عدد النيوكليونات، صح؟ اقسم على عدد النيوكليون اللي هو عباره عن ايه؟ يبقى الاجابه بتاعتنا عباره عن بي اي على ايه؟ بالمناسبه البي اي هي طاقه الترابط النووي اللي هي دي البي اي، طاقه الترابط النووي الكليه على ايه؟ ايه تسمى عدد كتلي. صعبه؟ زي الفل. تعالى معايا بقى كده في الامتحان، ادي يا باشا مجمع القوانين. في الامتحان غالبا مش هيديك كتله نظريه. اجيب ازاي الكتله النظريه؟ عباره عن كتله البروتون زائد كتله النيوترون، لان الكتله النظريه
بالنسبه لنا عباره عن كتله او عباره عن عدد كتلي. بص كده عباره عن ايه؟ عباره عن شبه العدد الكتلي كده. هي دي الكتله النظريه، عباره عن عدد كتلي اللي هي كتله النواه. دي عباره عن كتله النواه اسمها الكتله النظريه. هو الكتله النظريه اللي هي كتله النواه عباره عن ايه؟ كتله النواه عباره عن بروتون زائد نيوترون. تاني، كتله النواه عباره عن بروتون زائد نيوترون. فركز معايا كده، يبقى هنجمع كتله البروتونات زائد كتله مين؟ النيوترونات. طب كتله البروتونات مالها؟ عباره عن عدد البروتونات في كتله البروتون الواحد. تاني كده، يبقى كتله البروتونات مالها؟ كتله البروتونات بتساوي عدد البروتونات كلها في مين؟ في كتله البروتون الواحد. عايز اعرف يا باشا بكل بساطه، انا عندي جميع البروتونات كتلتها بكام؟ اجيب كتله بروتون واحد. البروتون الواحد ب 50، كتله ب 50 في 20 بروتون يبقى 50 في 20. عايز احسب مثلا كتله البروتونات، البروتون الواحد مثلا ب5 وعندي 1000 بروتون يبقى 5 في 1000 وهكذا. يبقى عايز تحسب كتله البروتونات يبقى عدد البروتونات كلها في كتله البروتون الواحد زائد عدد النيوترونات كلها في كتله النيوترون الواحد. احيانا بيديك كتله كل البروتونات واحيانا بيفكها. تضرب كتله البروتون الواحد في عدده، كتله البروتون في عدده. في مشكله كده؟ طيب بعد كده عندنا طاقه ترابط نووي. النقص في الكتله فيه 931 طاقه الترابط لكل نيوكليون واحد، وعندنا عدد النيوكليونات بيساوي العدد الكتلي. كده المعادله مظبوطه زي الفل. طيب في مشكله كده؟ الدنيا زي الفل. نبدا بقى مع بعض جزء المسائل والتطبيقات. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ احسب الكتله النظريه. حلو. لمين؟ لعمك النحاس، اذا علمت ان كتله البروتون بتساوي كذا وكتله النيوترون بتساوي كذا. عايز الكتله النظريه. هي الكتله النظريه قانونها ايه؟ اطلع لي فوق كده. البروتون زائد ايه؟ زائد النيوترون، صح؟ تعالى. الباشا ده عنده كام بروتون؟ 29 بروتون. طب عنده كام نيوكليون؟ 63 نيوكليون. طب تعالى بقى قول لي عدد النيوترونات بكام؟ عدد النيوترونات بيساوي بالمناسبه ده عباره عن عدد نيوكليونات او ايه؟ او عدد كتلي. تعالى بقى عدد البروتون بكام؟ ب 29. حلو الكلام ده. طب عدد الكتلي بكام؟ عدد الكتلي 63. تعرف تجيب عدد النيوترون؟ يبقى عدد النيوترونات بيساوي ايه؟ او العدد الكتلي بيساوي ايه؟ سوري اسف، عدد النيوترون بيساوي ايه؟ بيساوي العدد الكتلي ناقص عدد البروتونات. يبقى العدد الكتلي 63 ناقص عدد البروتونات، سوري 29 بكام؟ ب 34. يبقى 63 ناقص كام؟ 63 ناقص 29 بيساوي كام؟ بيساوي 34. تعالى بقى الكتله النظريه بتساوي ايه؟ الكتله النظريه بتساوي عدد البروتونات في كتله البروتون زائد عدد النيوترونات في كتله النيوترون. عندك كام عدد بروتون؟ 29 في كام؟ فالرقم ده اهو مديلك فوق اهو، علما بان كتله النيوترون بتساوي كذا وكتله البروتون بتساوي كذا. يبقى 29 في كام؟ في كذا كذا زائد ايه؟ 34 في الرقم ده. يديك كام؟ يديك الرقم ده عباره عن كتله النحاس اللي هي عباره عن 63 ونص. احنا متعودين عليها يعني. يبقى هو عمل ايه؟ هو ادانا عدد البروتون واداك عدد كتلي، صح؟ اطرح الكتلي من البروتون يديك النيوترون. يبقى انا عرفت عدد النيوترون كام وعرفت عدد البروتون كام. عدد البروتون معايا اضربه في كتله البروتون، عدد النيوترون معايا اضربه في كتله النيوترون. السؤال اللي بعد منه، اذا علمت ان كتله البروتونات وكتله النيوترونات لا احد نظائر عنصر النيتروجين بان هي عباره عن ترتيب كالاتي. الرقم ده والرقم ده، دي كتله البروتون وكتله النيوترون. حلو كام؟ والكتله الفعليه بتساوي كذا. عايز بقى الكتله النظريه ده عايز ايه؟ عايز احسب مقدار الكتله المتحوله الى طاقه. يعني عايز ايه؟ عايز الفرق في الكتله. طب عندك كتله البروتون بتساوي كذا وعندك كتله النيوترون بكذا. هات لي بقى الكتله النظريه. الكتله النظريه بتساوي ايه؟ الكتله النظريه بتساوي البروتون زائد النيوترون، دي كده الكتله النظريه. طب النقص في الكتله بيساوي ايه؟ النقص في الكتله بيساوي، ده كنا عندنا فوق الكتله النظريه ناقص الكتله الايه؟ الفعليه. هيديك النقص في ايه؟ مقدار النقص في الكتله. مش هو قال لك احسب مقدار الكتله المتحوله الى طاقه؟ يعني مقدار النقص في الكتله، مقدار النقص في الكتله القانون بتاعه ايه؟ نظري ناقص ايه؟ نظري ناقص فعلي. طب بص معلش بس سامحني كده. دلوقتي احنا هيعملنا ايه؟ هو الباشا مديك ايه؟ بص كده، والكتله الفعليه مديها لك. يبقى انت هتجيب النظريه بس. يبقى الكتله النظريه بجيبها ازاي؟ بروتون زائد ايه؟ زائد نيوترون. ادي سؤال. بس كده السؤال ده بيقول لك ايه؟ إذا كان الفرق بين مجموع كتل مكونات النواة لذرة حديد 26 56 وكتلة النواة هي متماسكة بيساوي كذا. حلو الكلام؟ فيحسب طاقة الترابط النووي. عايز طاقة الترابط النووي، أول حاجة أجيب إيه؟ أجيب النقص في الكتلة اللي هي الكتلة المتحولة. النقص في الكتلة بيساوي كام؟ بيساوي نص اللي هي الكتلة المتحولة. ليه؟ شو قال لك إيه؟
وكتله النواه وهي متماسكه بيساوي كام؟ بيساوي نص. يبقى طاقه الترابط النووي كام؟ النقص في الكتله في كام؟ في 931. يديك ايه؟ مقدار طاقه الترابط النووي. سؤال رقم 4، اذا كانت طاقه الترابط النووي اللي هي ب 2 وعلامه 4 2 عدد ذري 4 عدد كتلي تساوي 28. دي الطاقه صح؟ فاحسب طاقه الترابط النووي لكل نيوترون. يبقى عندنا بي اي على ايه؟ طاقه الترابط النووي بكام؟ 28 على كام؟ على 4. 4 دي عباره عن عدد ايه؟ عباره عن عدد كتلي. يبقى 28 على 4 بكام؟ بيساوي 7. في مشكله؟ الدنيا لذيذه وحلوه اهي. هنا مساله جميله جدا. بيقول لك ايه؟ اوجد طاقه الترابط النووي لذره الكربون مقدره بوحده ملي الكترون فولت. تمام؟ عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ عايز منك البي اي. علما بان البروتون بكذا والنيوترون بكذا. هو ده كتله بروتون ده كتله نيوترون. اعمل ايه؟ اجيب الكتله الايه؟ اجيب مثلا حاجه اسمها الكتله النظريه. اجيب الكتله النظريه ازاي؟ براحه كده تعالى معايا. الكتله النظريه بتساوي ايه؟ عدد بروتونات في كتله بروتون. طب عندك كام بروتون؟ عندنا 6 بروتون. ادي 6 بروتون. حلو الكلام ده. البروتون بكام؟ 1 علامه 00 اهي خلصنا منها. طب خش على كتله البروتون. سوري على كتله النيوترون. الباشا ده بكام؟ الباشا ده عنده 12. بص كده معايا. عنده عدد كتلي بكام؟ ب 12. وعنده يا باشا بص البروتون بكام؟ وعنده البروتون ب6. يبقى عنده النيوترون بكام؟ يبقى عنده نيوترون ب6 صح؟ ليه؟ ما هو العدد الكتلي عباره عن ايه؟ بروتون زائد ايه؟ بروتون زائد نيوترون. يبقى عندك عدد بروتون ب6 وعدد نيوترون بكام؟ ب6. يبقى عندي هنا برضو 6. 6 في ايه؟ في كتله النيوترون. النيوترون بكام؟ 1 علامه 00 66. طيب هات لي بقى الكتله النظريه. جبنا الكتله النظريه اهي. الكتله النظريه هو الراجل مديك الكتله الفعليه صح؟ هي الكتله الفعليه بكام؟ الكتله الفعليه ب 12. دي الكتله بتاعت الذره نفسها. يبقى الكتله النظريه ناقص الكتله الفعليه يديك الرقم ده. ده النقص في الكتله صح؟ او ماسك الرقم ده ضربه في كام؟ في 931 يطلع لك اللي احنا عايزينه. اخد الرقم ده اضربه في كام؟ اضربه في 931. ليه اضربه في 931؟ حسب قانون عمك اينشتاين اي بتساوي ايه؟ ام في 931. الام عندنا النقص في الكتله 0 علامه 0 9 5 6 4 في 931 يطلع الرقم ده بوحده مليون الكترون فولت. طيب دي كلها طبعا امثله. موضوع لذيذ يعني بيدور في نفس الفكره. خش بقى على حته اسمها الاستقرار النووي. حته لذيذه جدا وما فيهاش مشاكل جامده بس احنا هنوضحها بهدوء كده. في عندك عناصر مستقره وعندك عناصر مش مستقره في الجدول الدوري. احنا عارفين الكلام ده كويس. عنصر زي مثلا الصوديوم مغنيسيوم الومنيوم دي كلها مستقره. طب عنصر زي يا مستر اليورانيوم ما اعرفش عنصر زي الرادون الكلام ده كله الحاجات دي عنصر زي سوري الريبيديوم الحاجات دي كلها عناصر دي مستر مالها عناصر غير مشعه. سوري عناصر مشعه سوري. وعناصر مالها عناصر غير مستقره. طيب يبقى احنا عندنا جزء مستقر وعندنا جزء غير مستقر. تعالى لي بقى. عناصر مستقره هي عناصر تبقى نواتها كما هي مع مرور الوقت ولا يحدث اي نشاط اشعاعي. يعني النواه دي سيبها زي ما هي سنه 2 3 ترجع تلاقيها زي ما هي من غير اي حاجه. طيب وعندنا عناصر غير مستقره بيحدث فيها ايه؟ العناصر دي يا مستر عناصر بتنحل النواه بتاعتها العناصر الجديده. يعني عنصر اليورانيوم سيبه كده يومين 3 ايه؟ سيبه فتره نصف العمر بتاعت اليورانيوم. سيبها كده مش هتكمل 10 اس بسالب 12. سيبها كده سيبها ثواني بس هترجع تلاقيها مفكوكه الى ايه؟ العنصر يا مستر مشع جديد وهتديك حاجه اسمها نيوترون وتديك حاجه اسمها طاقه. يبقى العناصر الغير مستقره عناصر بتتفك تلقائيا من نفسها. طيب العناصر يا مستر المستقره عناصر مهما حصل بتبقى نواتها زي ما هي. يبقى العنصر المستقر عنصر نواته ما بتتفكش. طب النواه اتفكت النواه لو اتفكت العنصر ده ممكن يتحول لكذا عنصر تاني. طب تعالى يا مستر قول لي حزام الاستقرار بقى ايه قضيته؟ بص يا باشا العلماء عملوا ايه؟ عملوا علاقه بيوضحوا من خلالها عدد النيوترونات وعدد البروتون لجميع الانويه وعشان خاطر حته الاستقرار والكلام ده. قال لك بقى ايه؟ قال لك العناصر المستقره مالها؟ لنا حاجه اسمها حزام الاستقرار. عشان العنصر يكون مستقر لازم يكون عدد النيوترون احنا ممكن نكتبها حتى يعني بلاش نكتب يعني ممكن نعملها حتى عدد النيوترون على عدد مين؟ على عدد البروتون بيساوي 1 عشان العنصر يبقى مستقر.
بص سيبك من الرغي ده كله، عشان العنصر يبقى مستقر لازم يحدث ايه؟ عدد النيترون على عدد البروتون بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى تاني كده عشان العنصر يبقى مستقر النيترون على البروتون بيساوي كام؟ بيساوي 1. الان نيترون والزد ايه؟ الزد بروتون بيساوي كام؟ بيساوي 1. دي يا مستر مالها بقى؟ دي في حاجه اسمها العناصر الخفيفه. ايه العناصر الخفيفه؟ العناصر اللي في اول الجدول الدوري اسمها عناصر خفيفه. بص كده عناصر ايه؟ عناصر خفيفه. اصل في عناصر ثقيله خدها كمان شويه. يبقى في العناصر الخفيفه العناصر الخفيفه مالها؟ البروتون على النيوترون بيساوي كام؟ بيساوي 1. حلو كده الكلام؟ طيب لما يكون البروتون على النيوترون بيساوي 1 مش العلاقه تبقى عامله كده؟ تمشي خط مستقيم؟ قال له اه. حلو الكلام ده. طيب مستر هو كل العلاقات بتساوي 1؟ يعني مهما حصل العلاقه بتساوي؟ قال له لا. في عناصر بقى اسمها عناصر ثقيله. عناصر ايه؟ عناصر ثقيله مستقره برضه. ممكن النيترون على البروتون يديك كام؟ 1.5. ودي اخر حاجه في الاستقرار. اكتر من 1.5 غير مستقر، واقل من 1.5 او اقل من 1 غير مستقر. يبقى الاستقرار بتاعك الاستقرار من كام لكام؟ الاستقرار من 1 الى كام؟ الى 1.5. عشان تقدر تقول ان العنصر ده عنصر مستقر او الذره دي ذره مستقره يبقى لازم حزام الاستقرار بتاعها او لازم القانون بتاع ايه؟ قانون الاستقرار. قانون الاستقرار الان على الزد. ايه ان على زد؟ نيترونات على بروتونات. لازم النيترون على البروتون يديك كام؟ يديك 1. طب لو النيترون على البروتون اداك رقم غير الواحد يبقى ايه؟ يبقى غير مستقر. طيب ايه بقى يا مستر الرفاهيه اللي عندك؟ انت عندك رفاهيه من 1 الى 1.5. انت كده تمام. طب اكتر من 1.5 لا. اقل من 1 لا. عنصر غير مستقر. العناصر الخفيفه الاستقرار بتاعها بكام؟ الاستقرار ب1. طب العناصر الثقيله الاستقرار بكام؟ الاستقرار ب1.5. دي العناصر المستقره اللي عندنا. يا اما 1 يا اما كام؟ يا اما 1.5. طيب ده اسمه حزام الاستقرار بقى. بص يا باشا لو عندي عناصر خفيفه فهتلاقي ايه؟ هتلاقي ان حزام الاستقرار متطابق مع ايه؟ مع الخط اللي عامله الرأسي ده، خط سوري الافق كده اللي هو المائل دوت. هنا يا باشا الاثنين دول متطابقين مع بعض. ليه؟ لان هنا النسبه بكام؟ النسبه ب1. فطالما النسبه ب1 الميل ب1 يبقى الخط ده ماشي مع الخط ده. بص كده عدد النيترون هنا على البروتون ده 1.5. مين اكبر؟ البسط ولا المقام؟ البسط اكبر صح؟ معنى ان الباشا ده ب1.5 يبقى البسط اكبر ولا المقام؟ طبعا البسط اكبر عشان كده خارج اسمه كبير صح؟ يعني النيترون اكبر من البروتون. لما يكون النيترون اكبر من البروتون بص كده معايا يبقى العلاقه محذوفه فين؟ يبقى العلاقه محذوفه ناحيه النيترون. ليه؟ لان هنا النيترون كبير صح؟ النيترون ماله كبير عشان كده خارج اسمه ايه؟ خارج اسمه كبير. يبقى البسط اكبر من المقام. يجي تاخد الميل بتاعهم زي ايه مثلا؟ قلنا مثلا 3 على 2. بص كده عندنا مثلا ايه؟ 30 اهيت ادي 30 على 2. بص كده 30 على 2. النقطه ظهرت هنا صح؟ النقطه هنا صح؟ طب بص كده هناخد مثلا 70 على 2 مثلا. ادي 70 اهي على 2 اهي. طب 70 على 2 مش رقم كبير؟ طب هناخد مثلا 90 على 3. ادي 90 وادي كام؟ وادي 3. النقطه هنا. مستر بقول لك ايه؟ انت معنى كل ما انت عمال تزود البسط كل ما انت بتزود البسط الميل بيكون موجود فين؟ نقطه الميل موجوده هنا. يبقى كل ما ازود البسط الميل موجود فين؟ الميل يا مستر موجود هنا. ده كلام حلو خالص. معنى كده ان كل ما كان النيترون زياده يبقى حزام الاستقرار محذوف ايه؟ محذوف شمال صح لا؟ تاني كده كل ما كان النيترون زياده يبقى حزام الاستقرار محذوف فين؟ يبقى حزام الاستقرار ماله؟ محذوف ايه؟ محذوف شمال. بص بقى ارجع لي تاني مش عايزك تتعب نفسك خالص. ده حزام الاستقرار حلو الكلام اهو. ده الخط بتاعنا ايه؟ الخط يبيد يميل ب1. ده خط ابو ميل ب1. في الاول متطابقين مع بعض. متطابقين ليه؟ متطابقين مع بعض عشان خاطر معايا كده بالراحه النيترون على البروتون ب1 فده الخط ابو ميل ب1 اللي هو خط بالاسود ده. ده ابو ميل ب1. لما يكون حزام الاستقرار بتاعنا ب1 حزام الاستقرار ب1 يبقى الخط ده يتطابق مع الخط ده. طب فجأة ده بقى 1 و2 بقى 1 و3 بقى 1 و4 عمال بيزيد صح؟ لحد ما يوصل لكام؟ ل1.5 1 و2 او 1 و3. يا ترى النقطة بتاعت الميل موجودة هنا ولا هنا؟ بص يا مستر طالما ده 1.5 طالما ده عمال يزيد يبقى اذا مين اكبر؟ بص ولا مقام؟ البص اكبر صح؟ يبقى الرسمة محذوفة فين؟
محذوفه ناحيه مين؟ ناحيه النيوترونات، عشان كده حزام الاستقرار عامل كده. وفعلا لو جيت اخد الميل الاقي الميل كله محذوف هنا، صح؟ دي حته الرياضه دي، ما فيهاش كلمه، دي الرياضه دي. طيب يبقى احنا كده شرحنا حاجه اسمها العنصر المستقر. تاني كده العنصر المستقر بعرفه ازاي؟ اول حاجه مثلا لو كان عنصر خفيف يبقى الان على الزد بكام؟ ان على الزد بواحد. طب لو كان عنصر ثقيل يبقى الان على الزد بكام؟ بواحد ونص. طب مثلا بقول لك ايه؟ العنصر المستقر في الاول حزام الاستقرار بيتطابق مع الخط، حلو الكلام؟ بعد فتره انت عندك البسط كبير، صح؟ يبقى الخط بتاع الميل بيتحدف فين؟ بيتحدف ناحيه اليسار شويه. فل يا باشا، فل. تعال بص اهي، بص حزام الاستقرار هي منطقه تنحرف قليلا الى اليسار عن الخط الذي يمثل زد بيساوي ان. بص كده، ادي الخط اللي بيساوي زد بيساوي ان، صح؟ ادي الخط اهو. حزام الاستقرار ماله بقى؟ حزام الاستقرار منطقه مالها بتنحدف يسارا اهو عن الخط اللي بيساوي ان وزد. بص كده بالمناسبه يعني هو ده بيساوي كام؟ مش ده بيساوي واحد؟ بص كده في الاول كانوا ماشيين مع بعض، بعد كده الباشا ده بقى بواحد ونص، بقى بواحد ونص، يبقى الخط يتحدف فين؟ يتحدف شمال شويه. ليه؟ لان واحد ونص معناها ايه؟ ان الميل موجود هنا. طيب بص كده، العامل الاساسي الذي يحدد الاستقرار هو مين؟ الذي يحدد الاستقرار مثل عباره عن مين؟ عباره عن الان على الزد، نيوترون على بروتون. طيب قول لي يا مستر بقى بالراحه كده، من خلال دراسه الشكل البياني التالي الذي يوضح العلاقه بين النيوترون وعدد البروتون في الجدول الذي امامك. اهو ممكن نصغر شويه عشان بس ناخد الكادر كله مع بعض اهوت. هحاول اكبر لك سيكه بس حلو قوي كده. ادي الخط بتاعنا المستقيم اللي بيساوي ان بيساوي زد، وادي حزام الاستقرار، وادي منطقه يسار الحزام ومنطقه يمين الحزام، وهنا في منطقه اعلى الحزام. هنا كده منطقه اعلى الحزام. تعالى يا مستر بقى قول لي. اول حاجه انواع عناصر مستقره خفيفه. ماذا يا مستر عناصر الخفيفه؟ المستقر الخفيف بيقع فين؟ النيوترون بيساوي البروتون، تمام، والنسبه بتساوي كام؟ بتساوي واحد. طب العناصر الثقيله النيوترون اكبر من البروتون والنسبه بكام؟ النسبه اكبر من واحد. بتصل لكام يعني؟ بتصل الى واحد وكام؟ بتصل الى واحد، بتصل الى واحد وكام؟ الى واحد ونص. يبقى العناصر الخفيفه بتقع النسبه بكام؟ النسبه بواحد. طب العناصر الثقيله النسبه بكام؟ العنصر الثقيل النسبه بكام؟ العنصر الثقيل عنده النيوترون اكبر من البروتون، النسبه بكام؟ النسبه بواحد ونص. في مشكله كده؟ ينفع تعدي واحد ونص؟ ينفع ما ينفعش؟ طب مين يا مستر اخر عنصر عندك مستقر؟ اخر عنصر مستقر عنصر الرصاص. اخر عنصر مستقر مين؟ هو عنصر الرصاص. طيب بص بقى، عندنا هنا جدول هيوضح الدنيا كلها وما فيها. بص يا باشا، انويه تقع يسار حزام الاستقرار. ادي هنا كده عندنا اهو، ادي حزام الاستقرار بتاع سعادتك. هنغير اللون بتاع دوت. ده بيساوي ايه؟ الزد بيساوي مين؟ الزد بيساوي ان، وده حزام الاستقرار. الانويه بتقع يسار الحزام. فين الحزام؟ ده الحزام، صح؟ ده يسار الحزام. يبقى ناحيه اليسار ده يا ترى عنده مين اكبر؟ عنده النيوترون اكبر ولا البروتون؟ علما بان الباشا ده نيوترون والباشا ده بروتون. اهو ده نيوترون، ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ وده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتون. قول لي بقى، او خليه زد زي اللي فوق عشان ما نلخبطش الدنيا. بص كده، انويه تقع على يسار حزام الاستقرار. انويه تقع على اليسار، الانويه دي مالها؟ عندها مثل ايه؟ عندها نسبه النيوترون اكبر من البروتون، صح؟ بس نسبه كبيره جدا. ليه؟ ما هو معنى ان المنطقه دي بتقع هنا كده، بص بتقع هنا كده، يعني اي حد يرسمها هيترسم هنا. يبقى عندنا كده ايه؟ يبقى عندنا النيوترون اكبر من النيوترون اكبر من البروتون، صح؟ عندنا نيوترون اكبر من بروتون، نيوترون اكبر من نيوترون اكبر من نيوترون اكبر من بروتون. ليه؟ لان بكل بساطه الميل هيترسم هنا. يبقى منطقه تقع يسار الحزام، يبقى يقع يسار الحزام ماله؟ عنده نيوترون اكبر من بروتون، ما عينتك من شويه، كل ما هتحدف ناحيه النيوترون. معنى كده هو الكبير، صح؟ يبقى هنا كده عندنا نيوترون اكبر من مين؟ اكبر من البروتون. حلو الكلام؟ بص كده، عشان نخليها مستقره مش لازم امثل اشيل نيوترون، يبقى نحول النيوترون الى ايه؟ نحول النيوترون الى بروتون، صح؟ تاني كده بالراحه، عايز اخليها مستقره، هي عندها نيوترون اكبر من البروتون، صح؟ عايز اخليها تستقر، نعمل ايه؟ هنشيل منها نيوترون، هنمسك النيوترون نحوله لايه؟ هنحول النيوترون الى بروتون. طب النيوترون ده شحنه ايه؟ شحنه موجبه وشحنه ايه؟ وشحنه سالبه، ده النيوترون، صح؟ لما احوله البروتون موجب يبقى ايه؟ يبقى جزء سالب. مين الجزء السالب ده؟ هو جزء عباره عن جزء ايه؟ هو عباره عن جزء بيتا. لا تاني معايا كده،
النيوترون ماله؟ ركز كده معايا. النيوترون موجبه ايه؟ موجبه سالب، ده النيوترون صح؟ حلو. عايزين نحول النيوترون الى بروتون، هنعمل ايه؟ النيوترون ده هيخرج حاجه اسمها بروتون، كده بروتون موجب، ويبقى جزء سالب، عباره عن ايه؟ عباره عن اشعه بيتا السالبه. يبقى اشعه بيتا السالبه ايه مصدرها؟ مصدر اشعه بيتا السالبه ايه مصدرها يا رجاله؟ هي مصدرها عباره عن انويه غير مستقره بتقع فين؟ تقع يسار الحزام. تاني كده، مصدر اشعه بيتا عباره عن ايه؟ انويه غير مستقره بتقع فين؟ بتقع يسار حزام الاستقرار. تمام كده؟ طيب. مستر لو عندنا بقى حاجات بتقع يمين حزام الاستقرار، حاجات بتقع هنا. اللي بيقع هنا ده يمين الحزام، دي عناصر عندها ايه؟ عندها نسبه بروتون اكبر، صح لا؟ ليه؟ ما هي عنده بروتون، يبقى عندها بروتون، يبقى عندها بروتون اعلى. ليه عندها بروتون اعلى؟ عشان قريبه من البروتون، يبقى عندها بروتون اكبر من مين؟ عندها يا مستر بروتون اكبر من مين؟ البروتون اكبر من النيوترون، عندها بروتون اكبر من النيوترون، يبقى لازم احول البروتون الى نيوترون عشان ده تستقر. يبقى عشان تستقر تعمل ايه؟ تحول البروتون الى نيوترون. البروتون موجب هتحوله الى نيوترون متعادل، يخرج حاجه اسمها بيتا موجبه. اشعه بيتا موجبه اسمها ايه؟ اسمها البوزيترون. يبقى ايه مصدر البوزيترون؟ مصدر البوزيترون يا مستر او بيتا موجبه، ايه مصدرها؟ مصدر بيتا موجبه هي عناصر غير مستقره بتقع فين؟ بتقع يا مستر يمين حزام الاستقرار. طب عنصر بيقع يمين حزام الاستقرار بيقع ناحيه مين؟ بيقع ناحيه البروتونات. طب العنصر اللي عند البروتونات ده يبقى عنده بروتون ايه؟ عنده بروتون كبير. طب حلو كده الكلام؟ طيب. يبقى عناصر بتقع يسار الحزام دي عناصر غير مستقره، عندها نيوترون زياده، لما تيجي تستقر بتفقد ايه؟ بتقوم فاقده ايه؟ فاقده نيوترون محوله الى بروتون. يبقى حول النيوترون الى بروتون وخرج ايه؟ وخرج بيتا السالبه. طب عناصر يا مستر بتقع فين؟ عناصر بتقع يمين حزام الاستقرار. يمين الحزام يعني بكل بساطه عندها ايه؟ عندها بروتون اعلى. تعالى يا مستر بقى عايز تحول البروتون الى نيوترون، فحول البروتون الى نيوترون وهو مخرج ايه؟ هو مخرج حاجه اسمها البوزيترون. هو البوزيترون ده اشعه بيتا موجبه. طب عناصر بتقع اعلى حزام الاستقرار بتقع هنا كده الحته اللي فوق دي. عناصر بتقع اعلى ايه؟ اعلى حزام الاستقرار. العناصر دي مالها؟ العناصر بتقع اعلى حزام الاستقرار عندها ايه؟ عندها بس بكل بساطه بروتون زياده وعندها نيوترون ايه؟ نيوترون زياده، لانها بتقع فين؟ بتقع اعلى حزام الاستقرار. عناصر دي مالها؟ عشان تستقر بقى بتفقد 2 بروتون وتفقد 2 نيوترون. لما تفقد 2 بروتون وتفقد 2 نيوترون هي كده كتلتها بكام؟ كده كتلتها ب4، لان 2 و2 كام؟ 2 و2 4، صح لا؟ هي فقدت 2 بروتون و2 نيوترون، بروتون زائد نيوترون يبقى عدد كتلي، يبقى عدد كتلي كام؟ عدد كتلي ب4. يا ترى مين العنصر اللي عنده عدد كتلي ب4؟ ده عنصر الهيليوم. يبقى يا مستر الهيليوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن اشعه اسمها اشعه ايه؟ اشعه الفا، هو ده الهيليوم. قول لي بقى الهيليوم بيجي منين؟ او اشعه الفا مصدرها ايه؟ مصدر اشعه الفا هي عناصر غير مستقره بتقع فين؟ هي عناصر غير مستقره بتقع اعلى حزام الاستقرار. طب العنصر الاعلى حزام الاستقرار ده عشان يستقر بيعمل ايه؟ عنصر بيقع اعلى حزام الاستقرار، عشان يستقر يفقد ايه؟ يفقد 2 بروتون و2 نيوترون، يبقى فقد عدد كتلي بكام؟ فقد عدد كتلي ب4. العدد كتلي ب4 ده تعالى يا مستر بقى عباره عن ايه؟ عباره عن عدد كتلي بتاع مين؟ بتاع عندك الهيليوم. في مشكله كده؟ زي الفل يا باشا. طب تعالى قول لي بقى. يبقى عندنا كام حاجه؟ 3 حاجات. عناصر تقع اليسار، تقع في اليمين بتقع اعلى، تقع في اليسار يا مستر بتقع هنا كده. عندها ايه؟ ناحيه النيوترون عندها نيوترون زياده. عندها نيوترون زياده عشان تستقر بتعمل ايه؟ بتحول النيوترون الى بروتون وبتفقد بيتا سالبه. طب عناصر بتقع عناصر في عناصر بتقع يمين الحزام ناحيه البروتون عندها بروتون زياده، هتحول البروتون الى نيوترون وتخرج حاجه اسمها بوزيترون. طب عناصر بتقع اعلى الحزام، عناصر بتقع اعلى حزام الاستقرار بتعمل ايه؟ تعالى مثلا كده بتفقد ايه؟ 2 بروتون وتفقد 2 ايه؟ 2 نيوترون. طب تعالى طبعا ده شرح على اللي فات. ناخد المثال دوت. بيقول لك ايه؟ الشكل البياني يوضح العلاقه بين عدد النيوترونات وعدد البروتونات. حلو. لأنوية عناصر مستقرة موجودة في الجدول الدوري أدرس هذا الشكل ثم أجب عن الأسئلة التالية. ما الذي يمثله خط منقط؟ طبعا ده عبارة عن حزام الاستقرار. طب بص كده A و B و C تمثل 3 مواضع أنوية ذرات عناصر غير مستقرة. أي هذه الأنوية يكتسب استقرار بالبعاث دقيق البيتا. مين في دول؟ لما بيستقر بيخرج بيتا السالبة. لما أنا بحول البروتون الموجب إلى نيوترون متعادل، صح؟ سوري يا جماعه، سوري تعالى كده معلش اسف. لما انا بحول النيوترون المتعادل بحوله لايه؟ بحوله الى بروتون موجب زائد ايه؟ زائد حاجه اسمها اشعه بيتا الايه؟ السالبه.
يبقى امتى بخرج بيتا السالبه؟ بخرج بيتا السالبه لما يكون عندي حاجه اسمها ايه؟ لما يكون عندي نيترون ايه؟ نيترون زياده. تاني كده عشان اخرج بيتا السالبه، عشان اخرج بيتا السالبه يبقى عندي ايه؟ يبقى انا عندي نيترون ايه؟ عندي نيترون زياده. طب تعالى قول لي بقى بكل بساطه يا مستر كده، اللي عنده نيترون زياده على حسب حزام الاستقرار مرمي هنا صح؟ مين مرمي هنا؟ مرمي يسار حزام الاستقرار. يبقى العنصر مين؟ عنصر ايه؟ يبقى العنصر ايه؟ بص كده، نواة العنصر ايه بتقع يسار الحزام، واللي بقى يسار الحزام، اللي بقى يسار الحزام، عناصر تقع يسار الحزام عشان تستقر بتحول النيترون الى بروتون، تخرج ايه؟ تخرج بيتا. فمشكله كده يبقى تاني كده عناصر عشان تستقر بتفقد بيتا السالبه. يبقى هذه العناصر عندها ايه؟ عندها نيترون اكتر من بروتون، واللي عنده نيترون زياده موجود فين؟ موجود يسار الحزام. طيب